سرا إن قلت لكم إن الجزائر مريضة جدا في نظامها السياسي، في اقتصادها، في تربيتها وصحتها وفلاحتها، في ثقافتها ومجتمعها، في معرفتها بتاريخها وفي تصورها واستشرافها لمستقبلها. إذا كان جيل الثورة قد حقق الاستقلال، فإن جيلنا اليوم عليه أن يحقق ثورة أخرى، ثورة الذكاء، ثورة الإنتاج، ثورة التنافسية، ثورة التكنولوجيا، ثورة مجتمع المعرفة والمعلومات. إن موقعنا اليوم لا ينطلق من تاريخ مرضي نريد أن نسكن فيه. فكرتنا هي بناء مستقبل حقيقي نجد لأنفسنا فيه مكانة محترمة بين الأمم الجمعة، أمم انتقلت تدريجيا إلى أنظمة ديمقراطية واقتصاديات فعالة ومنظومات ثقافية وعلمية ناجحة. إن احترامنا وتقديسنا لدماء شهداء ثورة التحرير وشهداء أكتوبر 88 يفرض علينا، ولا خيار لنا اليوم، يفرض علينا أن نبحث سويا عن مخارج للجزائر اليوم قبل أن ينفجر غدا. إن موقفنا يتجاوز النظام